السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من قناة مفسرة الرؤى نهال مجد. ناس كتيرة قوي بتحلم بالقط الأسود في المنام، سواء بيكون أحيانا صغير جدا، وأحيانا بتحلم بيه إن هو لسه مولود، وأحيانا بتحلم بيه إن هو كبير في الحجم. أحيانا بيجي عشان يخوفك ويكون شرس جدا في الرؤية، أحيانا يجي يسنلك بس سنانه كده ويخوفك في الحلم، أحيانا بيجي يخربش، احيانا بيجي بيبقى لطيف جدا واقف بس في ركن كده في بيت في البيت، او واقف بس في مكانه كده ما عمليش اي حاجه. رؤى كتيره جدا مختلفه للقط الاسود. تابعوني لحد اخر الفيديو لانه مهم جدا لو كنت شفت الرؤيه دي. اولا كده لازم تبقى عارف ان الرؤى من الله سبحانه وتعالى، وطالما جات لك الرؤيه دي تعرف ان فيها تحذير، يعني لازم تاخد بالك من حاجه معينه. الرؤيه مش جايه كده تعديها مرور الكرام، لا بناخد بالنا. القط الاسود في المنام كتير جدا جدا بيجي للناس، هو بيدل على شيطان موجود معاك تمثل في القطة دي في المنام. طيب ايه التحذير بقى اللي في الرؤية؟ اولا كده ان الشيطان ده ربما يكون شيطان عين او حسد، ربما يكون شيطان لمس او توابع لسحر او كده. طيب انا طالما حلمت بالقطة يبقى في حاجة بتروح وتيجي عليا، بتروح وتيجي. ليه؟ لان القطط من الطوافين والطوافات، دايما تلاقي القطة خارجة وداخله البيت وهكذا، صح؟ طيب طالما هي خارجه وداخله من البيت تعرف ان الحاجه دي بتروح وترجع عليك. يعني مثلا لو انت شخص كنت بتعاني من السحر تعرف ان في توابع بتتجدد في الفتره دي، تعرف ان انت مثلا لو في مكان مثلا ما بتروحوش عشان كان في سحر مرشوش او حاجه زي كده، فانت رجعت تخطي عليه تاني فيرجع عليك توابع تاني، محتاج تحصن نفسك تاني وتقرأ سورة البقرة وكده. القط الأسود من الرموز السيئة جدا جدا في الرؤية بصراحة يعني، لكن الرمز ده أنا بستفيد منه، لأن أنا لو مش عارف إن أنا عندي إصابة أو مش عارف إن أنا معرض لإصابة هحمي نفسي إزاي؟ بالعكس أنا بستفيد من الرؤية إن أنا بحمي نفسي، بستفيد من الرؤية إن أنا بحصن، فأنا بلحق نفسي. فهو بقى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فخلاص انتهى الأمر. دخول القط الأسود للمنزل من باب مثلا الشقة ده شيء غير محمود تماما. بيجي للناس في رؤى كتيرة قوي وسبحان الله غريبة، انها بتلاقي القطة السوداء فجأة دخلت من الشباك هجمت عليها، احيانا تلاقيها مسكت في ظهرها او كده فجأة. فالرؤية دي تكررت انها بتدخل من الشباك. ليه؟ لان الشباك اصلا اسمه منفذ او منافذ تمام. فمنفذ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش محصن نفسي كما يجب وفي حتة كده مش تمام، فدخل لي منها باب الشيطان ده او المنفذ ده، فدخل لي فيه منها الشيطان. فبيبقى عليا هنا ان انا احذر نفسي. لو انا مش محافظه على الصلاه احافظ على الصلاه، لو ان انا مش بقول الاذكار بتاعتي اقولها، لو مش بقرا شيء من القران بصوت وتدبر وكده اقرا، علشان ربنا ان شاء الله يبعد عني شر هذه الاحداث اللي ممكن تحدث. البنات كمان اللي هي ما اتجوزتش كتير قوي بتحلم بالقطط، القطط السوداء تحديدا. ليه؟ لان البنات اللي هي الصغيره دي ما بتعرفش تحصن نفسها، وبنات كتير قوي مش بتحافظ على الصلاه كما يجب، فبالتالي بيبقى معاها شيطان، اما بسبب حسد او سحر او انها بتشوف حاجه مش كويسه. فاي حد بيشوف حاجات مش كويسه على التليفون بيبدا يظهر معاه شيطان، الشيطان ده يبقى ملازم ليها. ليه بقول ملازم؟ لان هي بتلاقي البنت بتحلم ان هي ماسكه القطه في ايديها، اما قطه صغننه او كبيره او هي قاعده جنبها او كده، معناها ان حاجه ملازماكي زي ما القطه بتبقى مصاحباكي كده لو انت مربيه قطه في البيت، فهنا في شيء ملازمك. انا اعمل ايه بقى عشان يبعد عني؟ زي ما قلت لحضرتك كده، لازم تحافظي على الصلاه ولازم تتبعي النهج. طب انا دلوقتي مش عارفه اصلي خلاص الحاجه هتفضل معاكي. طب ايه خطوره ان الحاجه دي تفضل معايا؟ لا حاجات كتيره قوي بقى. طالما الشيطان ملازم للبنت كده في حياتها، تعرفي ان انت بعد وقت ممكن يحصل لك حاجه كده، جمالك يطمس، تلاقي وشك بدل ما هو فاتح واموره وحلوه او حشيتي فجاه. ليه الكل يشوفك انت شكلك بقى عامل كده؟ ليه؟ لانك على طول معاكي شيطان وبعيده عن الصلاه وعن الاذكار والكلام ده كله. طيب مش دي بس، ممكن كمان ان انا يبعد عني اي حد يجي يتجوز. ليه؟ لان هو بيتحول لمس يعني من نوع تاني بعد كده، تمام؟ مش عايزه افسر اكتر من كده. ده بيكره ان حد يرتبط بيكي، بيبقى هو اللي مرتبط بيكي، فاهمه ازاي؟ فلا احنا بنبعد بقى عن الكلام ده كله. حتى لو اتجوزتي ممكن بعد شهر يحصل مشاكل في الانجاب، وشفنا رؤى زي كده قعدت 3 سنين وكانت بتشوف ان معاها قطه على رجلها وحاجات زي كده، قعدت 3 سنين علشان تحمل، تمام؟ فالقطط في الحلم مش حلو،
لانها حاجه ملازماكي ومش كويس. فما تقوليش اصل انا ربنا يهديني وان شاء الله هصلي، اصل انا لا انا بعمل، لا ان شاء الله ابدأي بقى كده ودربي نفسك وقربي الله سبحانه وتعالى وقولي له يا رب قويني، يا رب اهديني وكده، وان شاء الله هتصلي وكل حاجه. وتحافظي على قراءه القران قبل ما تنامي بصوت مسموع، وتحصني نفسك كده بتجيبي ايدك وتبداي ان انت تقراي الفاتحه والمعوذتين والاخلاص وكده في كف ايدك كده، وتروحي عامله على جسدك كله. ان شاء الله مفيش اي حاجه من الحاجات دي تقدر تقرب لك ولا تقعد معاك. تمام. برضو الشباب بيشوفوا نفس الرؤيه، يقول لك انا شفت قطه سودا، بس للاسف معظم الشباب بيشوفها بتخربشه او بتعضه، لان هنا الموضوع بيكون متطور. برضو هو نفس التفسير، ان هو معاه شيطان ملازمه. ملازم ليه؟ لان هو يعني بيشوف حاجات مش كويسه على التليفون، او بيعمل حاجات مش كويسه كتير، خصوصا في الاماكن اللي هي زي الحمامات او الحاجات اللي زي كده، او ان هو يغضب الله سبحانه وتعالى. يبدا ان هو يحصل له ملازمه من الشيطان. يظهر ده في الاحلام، يظهر الهجوم ويظهر العض ويظهر الخربشه، يظهر وجودهم اصلا. يبقى اذا انا محتاجه احصن نفسي، محتاج ان انا ما اعملش حاجه تغضب الله سبحانه وتعالى، اتوب لله وابدا ابطل الحاجات دي، لان ده بيتطور بعد كده. وبتبدا ان انت ما يبقاش عندك قبول لا في عمل ولا في زواج ولا توفيق، لان انا ملازم ليا شيطان، هيجي لي التوفيق منين؟ فهمت ازاي؟ فالقطط السوداء من الاشياء المكروهه جدا جدا في المنام. القطط السوداء بقى تغير الحجم بتاعها. القطه الصغيره خالص معناها ان في حاجه لسه في اولها، يعني في اصابه لسه في اولها، لسه ممكن الحق نفسي. لو شفت القطه حجمها كبير وشكلها كبيره في السن، اعرف ان انا بقالي كتير قوي سايب نفسي للموضوع ده ومش واخد بالي خالص ان في اصابه ولا بحصن نفسي، فبالتالي القطه كبرت. يبقى القطط الصغيره موضوع في اولها سهل جدا ان انا اتعامل معاه، وسهل جدا ان انا احصن نفسي منه. تمام. لو شفت بقى القطه السوداء بتولد في المنام، سبحان الله رمز سيء جدا جدا جدا، لان ده ولاده لسحر بيتجدد. ده معناها ان في سحر بيتجدد، فدي رمز سيء جدا. معناه ان انا محتاج اركز جدا جدا على التحصين، قراءة سورة البقرة يوميا باستمرار، لان هنا في حاجة بتتجدد. طول ما انا بقرأ سورة البقرة والله يجددوا للصبح بقى، يجيبوا كل السحرة كده اللي في الكون يقعدوا يجددوا سورة البقرة معايا. تمام. فما تقلقش خالص ولا تترعب من الرؤية دي، بس تاخد بالك انها تحذير علشان تستفيد منه. يعني لما اقول لك خلي بالك اوعى تعدي الشارع ده مليان عربيات سريعه، طب ما انا هاخد بالي وهعدي بالراحه. تمام. هاخد حذري، هقف في الاشاره مثلا، يبقى جالك تحذير احسن ما تمشي بقى في العربيات بعد الشر ايه يحصل حاجه. فالتحذير بيكون مهم جدا، اعمل بيه واستفيد. من اجمل بقى الرموز في المنام لو انا شفت ان انا بتخلص من القط الاسود. في ناس اللهم بارك لما بتلتزم على الرقيه بتشوف انها حرقته، يعني شافت ان هي حرقت القطه السوداء، يعني انت يعني جبتي اجل وحرقتيه، حرقت شيطان فعلا. فالرؤيه دي بتكون جميله جدا، تخلصتي من اذى شيطاني كبير. جميل جدا لو حلمت ان انا قتلته، جميل جدا لو انا مشيته من البيت، جميل جدا لو انا هو بيحاول يهجم وانا عارفه ان الشباك بتاعي مقفول كويس وهو مش عارف يدخل. يعني تشوفي ان هو مثلا بيجي يخبط في الازاز او ان هو مش عارف يدخل، يبقى انت ايه محصنه نفسك كويس جدا، او انت برافو عليك في التحصين بتاعك، كمل عليه ممتاز. كذلك لو باب الشقه انت عارف ان هي عايزه تدخل وسامع صوت الخبط بتاعها ومش عارفه تدخل، تعرف ان انت محصن نفسك كويس جدا. كمل على الاوراد اللي انت بتعملها وكمل على الطريقه اللي انت بتعملها. جميل ان هي ما تقتحمش المكان اللي انا فيه، جميل ان انا اتخلص منها سواء بالقتل او باي شيء في الوجود، المهم انت تخلص منها في الرؤيه. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.